ده يا جماعه كانت قعدتي من ربع ساعه او نص ساعه، قاعده هنا وبعيط انهيار عياط ومش عايزه اعمل اي حاجه ونايمه. بس يا اختي لو انتي كنتي معيطه دلوقتي على سريرك والفيديو ده ظهر لك، يبقى اكيد الفيديو ده ليكي. Please keep watching. Summer, smell the perfume in the air. Loving how the days are longer. Sit out on the porch, dear. Tea is sweet like smiles on faces. Water's warm, so jump right in. In the pastures, horses race and breezes blow on your skin. الحقيقه عايزه اسالكم سؤال مهم جدا. هو ايه بيكون اكتر الهاما بالنسبه لكم؟ لما حد يجي يقول لكم ان هو قد ايه نجح وكانت الظروف سهله، او قد ايه نجح وهو غني مثلا، او قد ايه نجح وهو معاه فلوس كتير، ولا حد جه قال لكم قد ايه هو نجح بعد ما كان فقير ومعهوش في جيبه اي فلوس وبقى مليونير؟ اكيد كلنا عارفين الاجابه، لاننا جوانا احنا بشر، فكلنا بيعدي علينا ايام كويسه وايام وحشه. في نوع من الايجابيه انا بسميه ايجابيه سامه، انه شخص يبقى بيوريك بس ان حياته ايجابيه ما فيهاش اي مشاكل ولا اي معرقلات، وهو قد ايه ناجح ومنظم ومتوازن. وده مش حقيقي، لان ده مثالي، والمثال لربنا بس والكمال لربنا بس، فما فيش حاجه في الحقيقه مثاليه. وده اللي دفعني ان انا اسمي يومياتي اللي بعملها على الانستجرام يوميات ام مش مثاليه. ما اقصدش بيها ان انا ام مش كويسه، قصدي بيها ان انا ام. كلمة ام تكفي، مش محتاجين يكون جنبها كلمة مثالية او شاطرة او ناجحة او اي حاجة. هي كلمة ام لوحدها حاجات كتير قوي. حقيقة الايجابية السامة دي اللي هو انتي بتتفرجي على واحدة حاسة ان هي، طب ما هي بتعمل اللي هي عايزاه اهو، ما عندهاش مشاكل. طب ما هي قادرة تنجح اهي وما عندهاش افكار سلبية. طب ما هي ما بتمرش بنوبات اكتئاب، وانتي يا عيني قاعدة على السرير مش عارفة تحققي اي حاجة. فقررت النهاردة ان انا اجيلكم مرتبش ورايا خالص. استنوا انزل لكم الكاميرا دي شوية بس. مرتبلكوش ورايا خالص. ده يا جماعه كانت قعدتي من ربع ساعه او نص ساعه، قاعده هنا وبعيط انهيار عياط ومش عايزه اعمل اي حاجه ونايمه. والحقيقه ده مش النهارده بس، ده امبارح كنت لابسه نفس القميص ده وكنت بصور فيديوهات، وبرده قبل ما اصور الحاجات اللي ورايا كنت برده بعيط. طب ليه ممكن انسان يكون كده؟ لان حضراتكم انا بقالي فتره عندي مشكله كبيره قوي في انه انا حاسه ان انا ما عنديش هدف معين عايزه احققه. صدمه صح؟ لا مش صدمه، واحده واحده هفهمكم. لا انت لسه قاعده بتعيطي على السرير وانت بتتفرجي عليها؟ لا، قومي اعملي حاجه تشربيها، لو بالليل اشربي اعشاب، لو بالنهار اشربي ايس كوفي، وتعالوا نكمل كلام، لان هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، وهو انه اتس اوكي ان ما يكونش عندك هدف. ودي حاجه ما اعتقدش انك تسمعيها من حد. يعني ايه بقى ما يكونش عندي هدف يا هدير؟ يعني الحقيقه ان هدير نفسها محققه الحمد لله حاجات كتير قوي حلوه ما شاء الله. انا حققت حلم من احلامي، انا مصوره فيديو بس لسه ما قلتلكوش عليه، ولسه هحقق اكتر ولسه هسعى فيه اكتر، واوريدي انا بتطور وخلاص. قبل عيد ميلادي الجاي انا حاسه ان انا نجحت ووصلت وتخطيت حاجات كتير قوي. بس فجأة انا من بعد وفاة بابا بقيت بعمل كل حاجة، بس طول الوقت حاسة ان انا ولا عندي باشن ولا عندي هدف معين. نفسي اعمل كذا بس ما عنديش الجول القوي اللي هو عارفة اللي بنشوفهم في الافلام، حد هو طول النهار بيعمل حاجة عشان يحقق حاجة. مع اني عندي اهداف كتير، انا نفسي اجيب عربية، نفسي ابقى الحاجة اللي انا عايزة ابقاها، نفسي اعمل حاجات كتير لبنتي، نفسي بنتي تفخر بيا، حاجات كتير قوي، بس مش قوية لدرجة ان هي تقومني من على السرير بدري اخلص حاجات ورايا. ومن هنا حسيت ان انا قد ايه لا يا جماعه انا فشل رهيب، لان انا ما عنديش هدف. فانا خلاص برجع من الحضانه من عند بنتي اعمل ايه؟ هنام اتفرج على افلام، انا ما عنديش هدف بقى. لحد ما قعدت اتكلم مع زوجي العزيز الجميل اللي بيلهمني دايما لافكار حلوه نحب نشكره، وقعد يتكلم معايا، ولما لقى فعلا ان انا ما عنديش هدف قال لي خلاص يبقى الفتره دي فتره تهذيب لنفسك، انك هذبي نفسك. انتي شخصيه بتحب ان انتي تنجزي وتعملي حاجات، بس مش حاسه ان انتي عندك هدف معين يخليكي تعملي ده لما تبقي متضايقه او تبقي الدنيا مش مظبوطه. فخلاص اعمليه كنوع من التهذيب لنفسك، انه رغم ان ما عندكيش هدف بس انتي هتجبري نفسك تعملي كذا عشان تربيها كده. المهم الكلام دخل في دماغي شويه، ودخلت عشان انام. صحيت تاني يوم الصبح بنفس الاحساس، لا انا مش عايزه اعمل حاجه ومش عايزه اهذب نفسي حتى. لقيت بقى كلمه
ضربت في دماغي الكلمة، وهي ان بيقولك ايه بقى حضرتك؟ ما تسعيش ورا الهدف، اسعي ورا الطقوس. يعني ايه الطقوس؟ وهو ده الماجيك اللي انا بقالي يومين في تشالنج فيه ان انا بحاول احققه، واللي اعتقد الكلمه دي ممكن تغير حياتكم. احنا طول الوقت بنسمع، وانا واحده من الناس، خلي عندك هدف، وجود هدف هو اللي مش عارفه ايه. طب ما هو في ناس مش قادره يبقى عندها الهدف الفظيع اللي يبقى بيحركها، وفي نفس الوقت الباشن ده اصلا مش حاجه موجوده طول الوقت، ولا حتى انك تبقى consistent، يعني ان خلاص خلي عندك استمراريه. ما هو برضو انا بيخلي عندي استمراريه احتياج معين، فلو انت الاحتياج ده انت مش مضطره له، زي ما انا كده بشتغل من البيت، او زي ان انت تستثمري في نفسك او في عقلك او تتعلمي حاجات جديده، برضو ستيل بتبقي مش بتتحركي تجاهه. فعرفت هنا بقى يعني ايه كلمه طقوس. طقوس من الاخر ان انت هترتبي لنفسك شخصيتها. يعني انا دلوقتي مش حاسه ولا باشن ولا عندي جول معين مثلا، بس انا شخصيه حابه ان هي يبقى عندها كيان، او انا شخصيه حابه ان هي تكون ام ناجحه، او ايا كان انا عايزه اكون شخصيه عامله ازاي. مش مهم هدفي المحدد، انا شخصيه عايزه اكون ازاي. هتبداي تعملي لنفسك طقوس مثلا، فتبداي تقولي انا عندي الصبح من الساعه 7 الصبح لحد الساعة كذا أنا بعمل كذا، ومن الساعة كذا للساعة كذا أنا بعمل كذا، ومن الساعة كذا لكذا بالليل أنا بريح دماغي وبعمل كذا. لما هتعملي الطقوس دي وتنتظمي عليها، هتبدأي إنك تبقي بتعمليها بشكل أسهل. فحتى لو أنت مكتئبة أنت برضو هتعمليها. عارفين زي إيه؟ يعني مهما أنت مكتئبة دلوقتي ومنهارة، مش انت هتصحي الصبح تودي اولادك للمدرسه، او هتاكليهم، او هتضحكي معاهم على قد ما هتقدري. هتعملي نفس الحاجات اللي هي بقت طقوس بالنسبه لك، هي حاجه اساسيه انا بعملها كل يوم. انا لازم انا اصحى اودي بنتي الحضانه، يا اما محدش هيوديها، لازم انا اجيب بنتي من الحضانه. يعني مثلا بودي بنتي الحضانه وارجع نهار، اخري الساعه 3 بخلص النهار، البس انزل اجيبها من الحضانه. مش هينفع ما اعملش كده، لان دي طقوس. ده بقى وقت محدد، اللي هو الساعه بتدق تقول لي انت لازم تنزلي تجيبي بنتك، فانت ايا كانت حالتك انت لازم تنزلي تجيبي بنتك. عارفين؟ هو ده السر، اللي هو انا ايا كانت حالتي، انا من الساعه كذا للساعه كذا هعمل كذا، وايا كانت حالتي انا من الساعه كذا للساعه كذا هقرا الكتاب الفلاني، وايا كانت حالتي انا هستمتع مع اهلي وعيلتي بالليل من الساعه كذا للساعه كذا. فهتلاقي حياتك تحولت لطقوس. لما تتحول لطقوس بقى يا حلوين، ايه اللي هيحصل؟ هتبدأ الأهداف تظهر، وتبدأ سعيك ليها يبقى أسهل، وهيبدأ جسمك وعقلك ما يرفضهاش بطريقة يعني سريعة جدا، لأنه الجسم بيكره التجدير وبيحب جدا جدا الأنتخة. فهتلاقي الموضوع بقى أسهل. يعني من الآخر، قبل ما تدوري على هدفك من الحياة والمعنى ورا كل حاجة انت عايزة تعمليها، ايه رأيك بس لو تعرفي أي نوع من الشخصيات عايزة تكوني، وبس تعملي طقوس للشخصية دي، ويبقى تحديكي في الحياة هو ان انا اثبت على الطقوس دي عشان ابدا اعملها بشكل تلقائي، زي الامومه وزي حاجات تانية كتير قوي بنعملها بشكل تلقائي. فبالتالي لما يجي هدف انا عايزه اعمله، يبقى سهل قوي ان انا اعمله، يبقى كل اللي انا محتاجه بس ان انا بقى احدد الهدف وكل الحاجات الجميله اللي بنتكلم فيها. فاللي انا كنت حابه اقوله لكم النهارده، اتس اوكي انك تعيطي، بس انك تفضلي تحاولي تعملي طقوس معينه. مش لازم ان يكون عندك هدف، ان احنا نبقى فاكرين ان لازم يبقى حاليا دلوقتي انا قادره يبقى عندي هدف بسعى ليه، ده ممكن يعرقلك اصلا. فاهتمي بالطقوس مش بالاهداف في الوقت الحالي، وهي كده كده الاهداف هتيجي لوحدها لما يكون عندك طقوس، وهيكون عندك بيقولوا روتين، بس انا حابه اغير كلمه روتين لطقوس، حاساها اقوى واحلى وبتوصل المعنى اللي انا عايزاه اكتر. فكنت حابه النهارده اقول لكم ده، واجيلكم بعد ما قمت من عياط ساعة ونص اكيد باين على عيني. انا اتمكيشت عشان اروح لبنتي، عشان هي النهارده عاملين لها بارتي، بما ان هي السنه الجايه المفروض تروح مدرسه وتسيب الحضانه، فانا رايحه لها. فقمت حطيت ميك اب، وحسيت ان انا محتاجه اعمل لكم الفيديو ده علشان انا مش عايزاكم تضيعوا في الايجابيه السامه. عايزاكم تعرفوا ان كل شخص ايجابي وراه شخص عيط، وراه شخص احبط، وراه شخص ما كانش عارف هدفه ايه من الحياه. فلا تقسوا على أنفسكم يا بنات، وقومي شوفي ايه الطقوس اللي هتبدأيها في حياتك من بكرة، وممكن تبدأيها تدريجيا. وعلى فكرة التشالنج ده أنا قررت كمان هعمله على يوميات في ريلز على الانستجرام، فتقدروا تتابعوني على الانستجرام وتتابعوها. وكمان لو أول مرة تشوفوني هنا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، ويا ريت تعملوا لايك عشان الفيديو ده يوصل لأي بنت بتعيط دلوقتي. ويا رب الفيديو ده يكون مفيد، وبحبكم قوي 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 قوي. باي.